في تحليلي لمباراة الأهلي والجونة، أجمل ما في اللقاء هي لحظة لبس علي معلول لشارة كابتن النادي الأهلي. حاجة كبيرة جدا بالنسبة لعلي معلول إنه يكون كابتن النادي الأهلي، وحاجة مفرحة بالنسبة لنا كجمهور الأهلي كلنا إن نشوف علي معلول. لحظة تاريخية وعلي معلول بيلبس شارة النادي الأهلي، حاجة كلنا كنا مستنيينها من زمان جدا. بنقول إن علي معلول يستحق يكون كابتن النادي الأهلي، وقد كانت لحظة مميزة. كمان جميل في المباراة ان الاهلي قدر يخرج في المباراة بشباك نظيفة، واخيرا شفنا ثلاثيات الاهلي في الدوري. حاجة مميزة بالنسبة لنا ان احنا نكسب بثلاثية ونكسب بثلاثية نظيفة. الاهلي الشوط الاول ما قدمش افضل اداء، كان في تكتل دفاعي واضح من فريق الجونة، وكان عندنا بطء في التحضير بشكل كبير جدا، وما كناش بنقدر ناخد الكرة التانية. فده ساعد الجونة ان يلعب بالطريقة اللي هو عايزها ويقفل دفاعاته. لكن لما بيكون عندك لاعب زي امام عاشور، لاعب بيقدر يصنع الفارق من تسديدة من خارج منطقة الجزاء من مسافة، بيكون حل من الحلول. وده اللي عمله امام عاشور، قدر بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء يسجل الهدف الاول للاهلي، ويفك شوية من دفاعات فريق الجونة. في الشوط الثاني مع التغييرات ومع الاداء الاهلي اتحسن، واجمل حاجة عملها كولر في الشوط الثاني مع بداية الشوط ان الاهلي لاعب لعبه مرجعش للخلف، كان بيضغط من فوق، كان بيحاول ان هو يسجل هدف تاني، والحمد لله قدر يسجل الهدف التاني عن طريق محمود متولي، اللي انا سعيد بيه بشكل شخصي جدا جدا جدا. الاهلي كمان سجل هدف عن طريق كهربا بعد تألق حسين الشحات. النهارده مباراة كانت الى حد ما مقبول الاداء فيها، لكن لو جيت تشوف الايجابيات هتلاقيك خرجت بشباك نظيفة. ده رقم واحد، ودي حاجة مهمة جدا ما حصلتش من فترة مع الاهلي في الدوري. رقم اتنين، ان انت استعدت لاعب زي محمود متولي وقدم اداء جيد ومميز جدا، ودي حاجة مميزة وحاجة كويسة جدا. كمان رقم 3، ان انت عندك حسين الشحات راجع لمستواه وهيعمل حلول وقوة هجومية للاهلي. رقم 4، وجود امام عاشور لاعب مختلف، كواليتي مختلف، بيقدر يصنع الفارق. دي الايجابيات في المباراة. كمان مع ان انت زي ما قلت سجلت 3 اهداف، والسلبيات كانت البطء شوية في الشوط الاول مع اداء ممكن بيرسي تاو. وعايز اذكر ايجابيه كمان، كريم ندفد ما كانش وحش، كان بيروح للاعب اللي معاه الكوره وبيسلم ويستلم ويعمل 1 2، فدي كانت ايجابيه مميزه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اتمنى من كل واحد بيشوف الفيديو ده لسه اول مره بيشوف قناتي، ده اشترك في القناه وفعل الجرس، سيب لايك كومنت الفيديو، ان شاء الله اوصلك كل جديد.